مساء الخير، انا مريت النهارده هعمل لكم وجبه للغدا بجد تحفه. وهي خلطه كده عاملاها للحمه، وفي نفس الوقت جنبها رز معمر معمول بطريقه حلوه قوي وسهله. واتمنى انها تعجبكم، ومتنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، ويلا نبدا على طول. انا هنا معايا نص كيلو من اللحمه بتاعه الشاورما، متقطعه شرايح كده، هي متقطعه جاهزه. انا بقول له عايزه اللحمه اللي بيتعمل بيها الشاورما. انا دلوقتي هجهز التتبيله بتاعه اللحمه، ويفضل طبعا ان احنا لو عملناها من بالليل للصبح هيكون طبعا احسن. بس انا النهارده عشان مستعجله فانا عاملاها يعتبر يعني قبل الغدا مثلا ب3 ساعات ولا حاجه. فدلوقتي انا هحط عليها بصل. البصل انا مقطعاه بالشكل ده. عندي بقى البهارات بتاعتي، عندي ملح وعندي بابريكا مدخنه وشويه من القرفه، شويه من الكمون وكزبرة وفلفل أسمر. حابين تضيفوا بهارات تانية زيادة مفيش مشكلة، أنا هستكفي بالبهارات ديت الأساسية. كمان هعصر ليمون، وهضيف كوباية من الزبادي. تمام، والزبادي ده كمان بيخلي اللحمة معايا طرية، وهيساعد في التسوية بتاعتها. وهديها بقى رشة كده بسيطة من جوز الطيب. هقلب بقى ده كله كويس قوي مع بعض، وافرك اللحمة كويس بالبصل والبهارات والزبادي والليمون. وده كده شكلها بعد التقليب. هسيبها بقى حوالي 3 ساعات كده، وينفع برضو طبعا تسيبوها من بالليل للصبح، وينفع طبعا تفرزوها على كده وتطلعوها وقت بس ما تيجوا تعملوا الغدا. انا هنا حطيت معلقة صغيرة كده من السمنة الفلاحي وشوية من الزيت. لما ابتدوا ان هما يسخنوا كويس كده، اهم حاجة ان هما يكونوا سخنين، هبتدي ان انا اضيف الشاورما بتاعتي. انا وزعت بس الشاورما كويس في الطاسة، ومش هقلبها دلوقتي، هسيبها كده تاخد زي صدمة، وبعد كده هبقى هقلبها على الناحية التانية. دلوقتي بقى هقلبها على الناحية التانية، وزي ما انتوا شايفين كده لونها اتغير. وعايزة اقول لكم في المرحلة دي الريحة طالعة رهيبة. حابين تضيفوا لها فلفل اخضر فممكن تضيفوه في المرحلة دي، بس انا حبيت اعملها بصراحة من غير يعني خضار تاني، حبيت اعملها بس بالبصل والتوابل. انا هنا بقى يعني خلاص المية بتاعت اللحمة نشفت تمام، كل ده كانت على نار عالية. فدلوقتي بقى انا هزودها مية، وهخلي النار متوسطة، وهغطي عليها لحد ما الاقيها استوت معايا. فانا دلوقتي ضفت لها المية تمام. طبعا تقدروا في المرحلة دي تدوقوا الملح وتشوفوه مظبوط معاكم ولا محتاجين تزودوا. هغطي بقى عليها واسيبها تستوي. دلوقتي بقى انا هعمل معاكم الرز المعمر، وهقول لكم بجد ازاي يطلع تحفة كده وطري، وان انتوا تقطعوا القطع تطلع بقطعتها. انا بحب اعمل الرز المعمر في صينية مش في برام، بس طبعا تقدروا تعملوه في برام عادي. وفي نفس الوقت انا بحبه ما يكونش اللي هو مفلفل قوي، فبحب ازود السوائل شوية عشان خاطر يطلع كده طري من جوه وليه وش حلو، وفي نفس الوقت كده يتقطع كمان بالقطع، بجد بيبقى طعمه رهيب. انا هدهن سمنة فلاحي، طبعا الاحسن ان احنا نستعمل في الوصفة دي السمنة الفلاحي او الزبدة حسب ما انتوا تحبوا. دلوقتي انا معايا ده رز مصري عادي، انا غسلاه ومش نقعاه، وده حوالي بالظبط 2.5 كوباية من الرز. فانا هحط 2.5 كوباية من الرز. هحط بقى الملح بتاعي، كل واحد شوف بيعير الملح يعني معيار الملح بتاعه قد ايه، يعني انا هحط وهدوق برضو في الاخر يعني. فانا حطيت كده معلقة
صغيرة مليانة هرمية، وأحط شوية كمان، وفي الآخر لما أحط السوائل وأقلب فأنا هدوق ده كله في الآخر. دول 2.5 كوباية من الرز، فأنا دلوقتي هحط كوباية جنبي أهي، هحط كوباية لبن، دي أول كوباية كده هحطها. أنا في العادي على فكرة مش بعاير، يعني بشوفها بالعين كده، بس طبعا عشان التصوير وكده والناس بتبقى محتاجة المقادير مظبوطة، فأنا دلوقتي قلت هعايرها قصادكم. ودي كوباية تانية من الحليب، حليب أو اللبن يعني. ثواني كده هقلب، وهحط الكوباية التالتة. الكوباية بقى الرابعة هحطها مية، ودي كده كوباية من المية. عايزة اقول لكم لو عندكم كوباية زبادي، وخصوصا بقى لو زبادي بلدي وضفتوها، بجد بتبقى رهيبة في الطعم، بس انا المرة دي مش عندي زبادي، فهكتفي بس بالحليب والمية. انا برضو ببص هنا على الارتفاع بتاع بالنسبة للمية والرز، عشان اعرف انا محتاجة ازود او لأ. فانا هزود كمان نص كوباية. هزود نص كوباية كده من المية، يبقى انا كده حطيت 4.5 كوبايات سوائل. عموما تقدروا بقى توزعوها ما بين الحليب وما بين المية. 1.5 كوباية رز، حطيت عليهم 4.5 كوبايات من السوائل. دلوقتي بقى اللي بيدينا وش حلوة قوي للرز المعمر هو القشطة، ويفضل بقى تكون القشطة بتاعة الحليب نفسه، انا بحوشها، يعني دي القشطة بتاعة الحليب اللي انا غليته النهاردة، تمام. واللي انا محوشاها، كنت محوشة برضو حوالي كيستين كده من القشطة. هنحط القشطة دلوقتي احنا هنحط القشطة على الوش، تمام، ونوزعها كده بالتساوي. نحطها بالشكل ده، وهقول لكم بقى خطوة التسوية بتتم ازاي عشان يطلع معاكم مظبوط، ومش برضو ملسوعة قوي من فوق. اه ده كيس القشطة اللي انا كنت يعتبر مجمداه قبل كده ومحتفظة بيه، برضو هحطه. بجد موضوع تجميد القشطة ده بيفيدني قوي لما باجي اعمل خصوصا الرز المعمر والبشاميل بالذات، عشان انا بحب قوي احط على وش البشاميل قشطة، بيديها لون او بيدي البشاميل يعني لون وطعم حلو قوي، ده طعمها غني كده. دلوقتي انا وزعت القشطة كويس قوي. بصوا بقى لطريقة التسوية، انا اول حاجة هولع الشواية، هتاخد لون من فوق، هتلاقوها اخدت اللون ده في حوالي 5 أو 7 دقايق بس، تمام. بعد كده هطفي الشواية وهولع عادي الفرن من تحت على درجة حرارة متوسطة، والصينية دي في الرف اللي في النص، هتاخد حوالي في الفرن ممكن من 20 دقيقة لأكتر شوية، لحد ما تلاقوا ان خلاص الوش بتاعها هو اصلا اوريدي كان تمام، وان هي خلاص بقى من الجوانب كلها مسكت في بعض، وممكن بسكينة او حاجة تحطوها كده جوه، تلاقوا الرز كده بقى فيه طراوة وبقى طري. وكده الرز المعمر بعد ما طلع من الفرن، عايزه اقول لكم كمان ان وشه افتح من كده بس علشان الاضاءه. وبس كده انا يعني غرفت منه وهو سخن على طول. وعايزه اقول لكم بجد الميكس ما بين شاورمه اللحمه مع الرز المعمر، جربوه هيطلع طعمه رهيب، وهتعجبكم قوي الوصفه دي.